بعطيكم السر اللي يقشع أي ريحة عندكم، تقدرون تسوونه في بيوتكم أو إذا تبغونه متوفر عندنا. اللبان العماني الحوجري، احرصوا إنه يكون درجة أولى ويكون أنقى وأفضل وأجود الأنواع، لأنه في النهاية أنتم بتتبخرون فيه، فاختاروا لنفسكم الأفضل. إذا غشيتوا ما تغشون إلا نفسكم. قطع عود طبيعي وهيل، أخلطهم مع بعض وبعدها أبدأ أضيف الزيوت العطرية. طبعا هنا أنقلها في وعاء أكبر عشان أبدأ أخمرها وأعتقها لمدة أشهر، فأنتوا تختارون الزيوت العطرية اللي أنتوا تحبونها. طبعا أنا عندي تركيبة زيوت خاصة فيني أنا مسويتها، وأنتوا تقدرون تستخدمون الزيوت اللي تحبونها، سواء ورد، عنبر، عود، مسك، زعفران، الروائح اللي أنتوا تحبونها. طبعا إحنا عندنا 3 أنواع بخور، ما تعتبر بخور دوسري ولا فيها ظفر، اللي هو اللبان العماني مسقى بالعود والهيل. عندنا برضو بخور البشائر وبخور النور، روائحها عجيبة. اللي ما يحبون الظفر هذه ما فيها ظفر. بكج الشيوخ عجيب عجيب. طبعا نعتق الزيوت العطرية لمدة تقريبا 3 أشهر، زي ما انتم شايفين هنا الكمية جدا كبيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني تستانسون فيها. بكج الشيوخ حرفيا. طبعا اللبان راح يشيل لك أي ريحة طبخ، بعدها تبدين تبخرين ببخور البشائر كأنك داخلة برج الساعة اللي في مكة. وبخور النور حرفيا حق مجالس رجال فخامة، والآن عليهم عرض جدا قوي.